السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الفراخ البلدي بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن الناس اللي بتربي فراخ عشان البيض. في الفيديو ده هقولك ازاي عمر الفراخ اللي عندك اللي انت شارياهم اصلا وربطيهم عشان البيض، العمر بتاعهم ازاي بيأثر على البيض، وهقولك على كل عنصر بيأثر على البيض، وازاي تحافظي على تاخدي بالك من العنصر اللي أثر على البيض ده، وتحاولي ان انت تتجنبيه عشان يكون عندك زيادة في انتاج البيض طول فترة التربية او طول ما الفراخ موجودة عندك. طبعا كلنا عارفين ان الفراخ البلدي اللي انت جايباها للبيض او الدجاج البياض ده بيكون مصدر اساسي للربح بتاعك. يعني انت بتبيع البيض ده وبتكسبي منه، بتصرفي جزء منهم على الطيور، بتجيب العلف والحاجات اللي الفراخ بتاكلها، والجزء التاني ده بيكون مكسبك. يعني بتطرحي المصروفات من الإيرادات، واللي بيتبقى من بعد المصروفات ده بيكون الربح بتاعك من تربية الفراخ. مشروع البيض مشروع جميل جدا، لكن فيه شوية عوامل أو حاجات بتأثر على إنتاج البيض. يعني مش ما طول ما عندك الفراخ هتبيض، لا، في حاجات بتأثر أو بتنقص عندك البيض، بتأثر على البيض بشكل جامد جدا. ايه هي الحاجات اللي بتأثر على البيض أو بتقلل البيض عندك؟ حاجة اسمها القلش. يعني ايه القلش؟ يعني الفرخة قدامك دي كاسية ريش اهي، تلاقي الريش بتاعها بيتساقط على طول. الريش بتاعها بينزل بيتساقط لغاية ان انت ما ممكن تلاحظي ان في فرخة ما فيش عليها ريش خالص، الريش بتاعها كله نزل. ده احنا بنسميه فترة القلش، فترة سقوط الريش. طب الفترة دي بتكون موجودة في اي، يعني في فين في السنة؟ يعني في فترة الربيع، فترة الخريف، في فترة ايه؟ فترة القلش دي او سقوط الريش بتكون موجودة في الخريف. ده طبعا بتأدي ان هي بتهدد انتاج البيض عندك، بتقلل قوي من انتاج البيض. يبقى اول حاجة بتقلل من انتاج البيض اللي هي فترة القلش، فترة سقوط الريش، الفترة دي بتكون في الخريف. دي حاجة. تاني حاجة الشيخوخة بتاعت الفراخ بتاعتك. يعني ايه الشيخوخة؟ يعني الفراخ كبرت في السن. ده تحدي برضو ليكي، المفروض تاخدي بالك من العمر بتاع الفراخ بتاعتك، وازاي العمر ده ما يأثرش على البيض عند الفراخ. هنتكلم عن اول حاجة اللي هي سقوط الريش، فترة القلش، ده بتكون في موسم الخريف. ده هتتفاجئي لما تلاقي الفراخ بتاعتك الريش بتاعها بيتساقط وهم في فترة القرش واحنا في الخريف اهو. هتلاقي النقص كبير قوي في البيض بتاعك. يعني لو كانوا بيبيضوا 10 هتلاقي البيض 6 7 5. يعني هتلاقي نقص في البيض جامد قوي عندك، ده بيبقى نتيجة لسقوط الريش. طب ايه السبب في ده؟ السبب ان الفراخ بتاعتك الريش بتاعها بقع. كل البروتين اللي بتاخده من الاكل بتاخده عشان تجدد الريش بتاعها. يعني الريش بينزل، فطبعا الفرخة الريش بيطلع تاني، بتجدد الريش تاني، الريش القديم نزل، بتجدد الريش بتاعها. طب عشان تجدد الريش بتاعها بتعمل ايه؟ كل البروتين اللي موجود في الاكل اللي انت بتقدميه للفراخ هي بتاخده عشان تجدد الريش بتاعها. فالبروتين ده طبعا هو اللي بيزود البيض، فبالتالي بيكون نقص في البيض عندك جامد قوي. طب عشان تتجنبي المشكلة دي هتعملي ايه؟ اول حاجة عشان تتجنبي المشكلة دي وتقللي تأثيرها على النقص اللي حصل في البيض عندك، لازم تديلهم اكل يكون غني بالبروتين طوال الفترة دي، طوال فترة التحول. تديلهم بروتين جامد قوي، او الاكل بتاعك يكون 90% منه بروتين عشان يكفي ان هو الفرخة تجدد ريشها، وفي نفس الوقت تكون بتبيض عادي ومفيش اي تأثير على البيض بتاعها، لان هي واخدة كمية بروتين كتير جدا. في الحالة دي هتضمني استمرار الفراخ واستمرار الانتاج، ودي مش هيأثر على الفراخ بأي شكل وايا كان، لان انتي زودتي ليهم الايه، البروتين. طب في حاجة تانية بتنقص البيض برضو عند الفراخ، حاجة اسمها التوتر والإجهاد. يعني ايه الإجهاد والتوتر؟
يعني ممكن الفرخة تكون عايزة تبيض بس مش راضية تبيض. المكان اللي انت مربية فيه الفراخ ما عادش آمن. مكان فيه فران، فيه عرس، فيه مثلا الأفاعي، كل الحاجات دي يعني بتخوف الفراخ قوي. وممكن توقف الانتاج خالص، لان هم بيبقوا خايفين، مش قادرين ان هم يفضلوا في مكان كده عشان يبيضوا. دايما عندهم قلق وتوتر. القلق والتوتر ده بيخليهم يقطعوا البيض. فالمفروض ان انت توفري لهم مكان آمن. آمن للفراخ بتاعتك ده، لان الراحة النفسية للفراخ بتخليهم ينتجوا البيض كويس جدا. فلو في توتر في المكان او في اي حاجة او كده، ده هيأثر برضو على الفراخ بتاعتك. طيب، تالت عامل او حاجة برضو بتنقص البيض عندك اللي هي الشيخوخة. يعني ايه شيخوخة؟ يعني الفراخ اللي عندك كبرت في السن، سنهم كبر. ده تقدم في العمر بتاع الفراخ بتاعتك، ده بيؤدي في الاول كده هما بينتجوا البيض بكفاءة عالية اول سنتين. يعني اول ما الفراخ بتبيض عندك اول سنتين او اول سنتين من عمر الفراخ اللي عندك، ده بيكون البيض كويس جدا. لكن بعد كده بيبدأ البيض ده او الانتاج ده ان هو ينقص. دي عملية طبيعية، انت ما تخافيش من الموضوع ده خالص. لكن مراعيتك للفراخ والتغذية المتوازنة، ان انت بتغذيهم على طول، ممكن يزود عندك عمر الانتاج او يخليهم يبيضوا زي ما هما، ما يأثرش عندهم الشيخوخة ده، لان انت بتعوضي كبارهم في السن ده بغذاء جامد جدا، او بتغذيهم او متابعاهم. حتى لو اتقدموا في العمر فانت مراعيه الفراخ بتاعتك، فبالتالي الانتاج بيفضل عندهم مستمر. هتاخدي بالك برضو من حاجة مهمة جدا، ان الفراخ بتبقى نوعين: نوع للتسمين ونوع للبيض. زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. النوع اللي هو بتاع التسمين اللي هو الفراخ الساسو، الفراخ البيضة، الفراخ الرزي، حاجات معينة كده بتكون للتسمين، وفي حاجات بتكون للبيض زي البلدي، البلدي الحر اللي اهالينا كانوا بيربوه زمان. البلدي الهجين البيضة بتاعته بتكون كبيرة شوية، مناعته كويسة. برضو الفراخ الفيومي برضو حلوة كويسة برضو في البيض. حاجات كلها لازم تاخدي بالك منها. اشترينا الفرخ صح، غذينا الفرخ صح، الفرخ باض معانا. الثلاث عوامل اللي قلتلك عليهم دول حاولي تاخدي بالك منهم عشان البيض ما ينقص عندك. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، اتمنى ينال اعجابكم ورضاكم. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.